السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناتي. رايحة نشارك معكم بإذن الله هذا لو صابلي بريستيج البيستاشيو الغني عن التعريف اللي راهو داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني وبصراحة يستاهل الضجة اللي راهو دايرها، يعني شكل وذوق. بصح جبتولكم شكل جديد، ذوق جديد، بات صابلي جديدة، ويخرج كمية أكبر بيان سور. نتمنى أنكم تجربوه، يعني والله الذوق تاعو ما شاء الله. انا كون ما تعجبنيش حاجه بزاف ما نقدرش نحلف ونقول لكم الذوق تاعها، يعني شوفوا قد ما نوصف لكم الله يبارك ما شاء الله مليح. الخطبه مهيبه، عريس جاي بريزونطابل، حاجه الله الله بالطبع. قسمت معكم اللي انا حابه باش تشوفوها. شوفوا صابلي تاعو جاي فيه واحد لوغو هكذا تاع الاوريو، تحسي كتوكلي تحسي فيه واحد القرمشه هكذا، ويجي هشيش يذوب في الفم. نبداو على بركة الله. اول حاجه نجيو نخدمو الكريم بول. واش نحتاجو في الكريم بول تاعنا؟ نحتاجو 50 غرام مارغرين، 50 غرام سكر، 50 غرام بيستاش، و50 غرام فرينة. نجيو لهنا نلمو العجينه تاعنا. شوفوا القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه. نجيب بابي كويسون نطرح العجينه تاعنا ونحطوها تطيب. كي طيب لنا من تحت نزيدو نشعلو عليها تتحمر من الفوق ونخليوها تبرد مليح. لازم البنات تخليوها تبرد مليح، ما ترحيوهاش وهي سخونه، باسكو كون ترحيوها وهي سخونه رايحه تعجن لكم. نجيب لهنا هذه لاباط دو بيستاج تاعنا اللي راح نخدمو بها. شوفوا تقدروا تخدموا بالماليني، بصح على جال الاعتدال تاع الحلاوه تاع الحبه كي تاكلوها، باسكو بعد راح نخلطوها مع الشوكولا تولي حلوه بزاف. ولا بات هذه تاع البيستاج تجي مش حلوه. نجيبوا لاباج تاعنا ونديرو هكذا شغل خطوط عشوائيه ونحطوها تجمد. لهنا بعد ما بردت مليح وحكمت روحها نجيو نفتوها بيدينا شويه، ومن بعد نحطوها في الاشوار تتسرحه. ما نرحيوهاش رقيقه بزاف وما نرحيوهاش خشينه بزاف كيما دوك تشوفوها. جبت الشوكولا هذه البيضة تاعي اللي فيها 250 غرام، يعني هذا واش نحتاجو 250 غرام من الشوكولا البيضاء. نحطوها في باماغي تذوب، من بعد كي تذوب نجيو نزيدو عليها 100 غرام تاع الكريمبور اللي كنا درناه، ونزيدو عليها 100 غرام تاع هذه لاباط دو بيستاش. نجيو نخلطو كلش مع بعضه حتى يتجانس لنا الخليط تاعنا. هنا بعد ما كملت خلطته شوفوا القوام تاعو كيفاش يكون. هذا هو المول اللي راح نخدمو به. شوفوا كيفاش يجي فيه 30 حبه. صافي كي تكملي تخدمي بالمول هذا كامل تخرج لك 15 حبه. نجيب الخليط تاعي هذاك نحطو دون زين بوش ونبدا نخدم باش نخدمو خدمه نظيفه، خير من تحطي بالمغرفه وتبدا يقطر لك وتولي تمسحي في المول تاعك. صافي خدمه هكذا خير تخدمي خدمه نظيفه وتتهني. نجيبو نعمروهم حتى للنص. بعد ما كملنا عمرناه نخبط المول تاعي باش يخرج لي الهواء ذاك، وباش هذاك الخليط تاعي يتعدل يجي كامل قد قد. جيبوا هذيك لاباط دو بيستاج تاعنا اللي كنا حاطينها تجمد ونحطوها في النص. بعد ما كملت الحبات تاعي كامل نجيو نغطيهم بالشوكولا ونعاودو نخبطوا المول تاعنا باش تهبط لنا ديك الشوكولا على اللي كوتي تغطي لنا وتجي قد قد مع المول تاعنا، باش من بعد كي نديموليوها ونحطوها فوق الحبه تاع الصابلي تجي قد قد. كي تجيكم هابطه ما تجيش الحبه مليحه وتجي صغيره بزاف، ديروها قد قد مع المول تاعنا. شوفوا كيفاش جات. كي نكملو نحطوها في الفريجيدير تاعنا من تحت، ما نحطوهاش من الفوق في الكونجيلاتور ونخليوها تجمد. لو طون هذاك نجيو نخدمو صابلي تاعنا. واش نحتاجو في لاباط صابلي تاعنا؟ نحتاجو 130 غرام مارغرين، نزيدو لها 50 غرام سكر، نخدموهم مليح مع بعض، ومن بعد نجيو نزيدو 2 صفار بيض. نخلط البيض تاعي مع الزبده والسكر اللي كنت دايرتهم من قبل. باذن الله المقادير كامل تلقاوها في صندوق الوصف.
نجي نزيد زوج مغارف كبار من الكريم اللي كنت خدمته قبيل، اللي بقى لي هذا هو اللي راح يمثلي هذاك القرمشه ويمثلي هذاك الذوق اللي قلت لكم يشبه الذوق تاع الاوريو كتكونوا تاكلوا فيه. ونلمو كلش بالفارينه. لاباط تاعكم ما تنشفوهاش بزاف، ما تكثرولهاش الفارينه، خليوها طريه. شوفوا لهنا كيفاش راهي طريه. نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق 15 دقيقه، ومن بعد نجيو نطرحوها. كي تطرحوها حلوها شويه خشينه باسكو راح نديرو حبه واحده، مانيش حنديرو زوج حبات فوق بعضهم. هنا بعد ما جمدت لنا الشوكولا تاعنا نجيو نديموليوها. شوفوا كيفاش الديموله يعني فاصيل، ما فيها حتى ما تتكسر ما والو، ما تخافوا منها ما والو. كملوا نديموليوهم كامل، ومن بعد نجيبوا صابلي تاعنا بعد ما يكون طاب وبرد. نجيبوا الشوكولا تاعنا اللي كانت بقات لنا قبل في لابوش، ونركبوا بها الحبات. نركبوا حبه قد قد كيما راهي هكذا، والاخرى نديروها لانفيرس نعكسوها. جبت لهنا جلوكوز خلطته مع شويه عسل وندهنوا به الحبه تاعنا، ومن بعد نركبوا هذاك البيستاش تاعنا اللي نرحيوه شويه خشين باش يجي باين. لهنا يعني هذه اختياريه، تحبوا تزيدوها ولا انا جاتني باهيه هكذا كي درتها. تجيبوا هذاك الماجيك كيك وديروها على الحواف تاع الحبه تاعكم. اللي ما هيش مشتركه معنا في القناه تشترك ونقولها مرحبا بك، ونتمنى انكم تجربوه، واللي جربوا ان شاء الله تخلي لي رايها في التعليقات. تهلاو في رواحكم.